للأسف لأكتر من 3 سنين كنت فاكر إن السماعة دي هي اللي بتواسيني، لحد ما اكتشفت إنها هي اللي بتقتلني. كنت فاكر إنها جهاز إنعاش لقلبي، بس الحقيقة إنها كانت بتموته بالبطيء. فعليا أنا كنت الشخص اللي ما بيعرفش يفرح ولا يزعل ولا حتى يعيط إلا لما يلبس السماعة دي. الموضوع بدأ بالتدريج زي أي فخ في الدنيا، بيبان في الأول إنه مساعدة. السماعة دي كانت بالنسبة لي هي ريموت كنترول لحياتي النفسية. كنت لما أحس بكسل أو خمول في المذاكرة أو الشغل كنت بجري أدور على أغنية تحفيزية، وأول ما الموسيقى تخبط في ودني أحس بنبضات قلبي زادت وعيني وسعت وأقوم أذاكر وأتمرن بمنتهى الحماس. كنت وقتها بقول لنفسي يا سلام، الموسيقى دي هي اللي بتشحن طاقتي. ما كنتش أعرف إني بلغي قدرة عقلي إنه يحفز نفسه بنفسه. وأخطر حتة كانت في لحظات الحزن، لما كنت بمر بمشكلة أو فشل كنت بدل ما ألجأ لربنا سبحانه وتعالى وأقعد مع نفسي أفهم وجعي، كنت بجري أستخبى ورا موسيقى كئيبة. كنت بختار الأغنية اللي تصف حالتي بالضبط وأقعد أعيد وأزيد فيها لحد ما تخليني أنهار تماما. كنت فاكر إني كده بفرغ طاقتي السلبية، بس الحقيقة إني كنت بغرق في بير الحزن بمزاجي، وبخلي الموسيقى هي اللي تفرض علي إمتى أعيط وإمتى أسكت. حتى الفرحة ما كانش بتبقى فرحة حقيقية إلا بوجود أغنية معينة ترقص قلبي. لو حصلت لي حاجة كويسة وما سمعتش فيها مزيكا أحس إن الحاجة دي باهتة وناقصة، كأن قلبي فقد القدرة إنه ينبض بالسعادة لوحده. لازم مخدر خارجي يحسسه بالفرحة دي. بمرور الوقت تحولت من شخص بيسمع موسيقى لشخص بتسوق الموسيقى. بقيت عامل زي الممثل اللي على خشبة المسرح مستني المؤثرات الصوتية علشان يعرف يؤدي المشهد اللي هو عايش فيه. لما فيش مزيكا ما فيش شعور. أنا كنت عايش في حالة تخدير مشاعر كامل، وما كنتش مدرك إن قلبي بدأ يصدي وبدأ يفقد قدرته الفطرية على الاستجابة لأي حاجة تانية، حتى لو كانت الحاجة دي هي أعظم كلام في الكون. وفضلت ماشي في الساقة دي لحد ما جا اليوم اللي فقت فيه على كابوس مرعب. اليوم اللي اكتشفت فيه اني قلبي عطل. كنت واقف في المسجد اظن في صلاة المغرب، الصف منتظمة، صوت الامام رخيم وبهز جدران المكان، والناس حواليا في حالة خشوع تام الا انا اللي كنت هناك بجسمي بس. كنت واقف بأدي حركات ميكانيكية، بركع بسجد وبقوم، بس عقلي كان في مكان تاني خالص، وقلبي كان عبارة عن قطعة حجر. اول ما الامام قال السلام عليكم ورحمة الله سألت نفسي أنا كنت بقول إيه، وهو الإمام قرأ سورة إيه أصلا. لقيت نفسي مش فاكر ولا كلمة. أنا لسه ما مشيتش وفعليا مش فاكر أي حاجة. أنا كنت لسه واقف قدام ملك الملوك، ومع ذلك قلبي ما تحركش شعرة واحدة، ما فيش ذرة تأثر، ما فيش دمعة واحدة حاولت حتى تنزل، ما فيش حتى راحة نفسية. خرجت من المسجد وأنا حاسس بإهانة شديدة جدا لنفسي. رجعت البيت وقفلت الباب عليا وقعدت على السرير. كنت مخنوق، كنت عايز أعيط بس مش عارف. وهنا كانت الصدمة الأكبر. عارف عملت إيه؟ في لحظة لا وعي ايدي اتمدت لوحدها وطلعت السماعة، لبستها ودورت على اكتر موسيقى حزينة بتخليني اعيط. واول ما المزيكا بدأت في ثانية واحدة نزلت دموع زي الشلال. عدى يوم واتنين والوجع اللي حسيته في المسجد فضل معلم في قلبي. قلت لنفسي يمكن لعب في الزحمة، يمكن محتاج خلوة. فقررت اني اصالح قلبي بالقرآن. مسكت المصحف بدأت اقرأ، وعيني ماشية على الحروف ولساني بينطق الكلمات صح بالتشكيل، آية ورا آية، وصف للجنة وصف للنار وكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ما فيش فايدة. كنت حاسس اني بقرأ جورنان او كتاب عادي، الكلمات بتدخل ودني وتخرج من الناحية التانية من غير ما تلمس شعرة واحدة فيا. خلصت وقفلت المصحف وحسيت لأول مرة بغربة مرعبة. القرآن اللي ربنا قال عنه إنه شفاء لما في الصدور أنا مش حاسس بشفائه. القرآن اللي المفروض يريحني يسابني وأنا حاسس بتقل وجبل على صدري. والكارثة الأكبر إني رجعت لنفس الدائرة القاتلة، لأني مش طايق حالة الجمود دي، ولأني تعودت إن مشاعري لازم تطلع بالزق. رحت تاني للسماعة، لبستها وكأني بهرب من ذنبي، شغلت موسيقى هادية ومؤلمة، وفي أقل من دقيقة بدأت الرعشة في جسمي وبدأت الدموع تنزل تاني. لكن في نص الحالة دي وأنا غرقان في دموعي وصوت الموسيقى مالي ودني ومسيطر على كياني، حصلت حاجة غريبة. فجأة وبدون مقدمات خلعت السماعة من ودني ورميتها بعيد عني كأنها جمرة نار، وهي فعليا جمرة نار. وبدأت أسأل نفسي هو أنا مين؟ وإيه اللي بيحصل لي ده؟ وسألت نفسي بصوت عالي يعني أنا علشان أعيط لازم أسمع موسيقى؟ يعني أنا مشاعري بقت رهينة لشوية آلات موسيقية وكمانجات؟ طب إزاي القرآن ما هزنيش؟ إزاي الصلاة ما حركتش فيها ساكن؟ والموسيقى اللي هي من صنع بشر هزتني وحركتني؟ اللحظة دي كانت هي الزلزال. أدركت فيها أن
الموضوع مش مجرد تضييع وقت أو تسلية، الموضوع إن قلبي بيجي فيه حجاب. تخيلت قلبي ده زي المراية، بس من كتر ما شربت أغاني وموسيقى اتكونت عليها طبقة سوداء سميكة جدا، لدرجة إن نور القرآن لما بيجي عليها بينعكس ويرجع، ما بيعرفش يخترقها. وأدركت برضو إن العيب مش في المصحف اللي مركون على الرف، ولا المسجد اللي بروح أصلي فيه، العيب كان في الوعاء نفسه، العيب كان في قلبي أنا. فهمت وقتها قانون بسيط جدا بس مرعب: القلب وعاء، والوعاء ده لو اتملى بالتراب مش هياخد ذهب. أنا كنت بملأ قلبي كل يوم لساعات طويلة بتراب وسايب الذهب، كنت بحشي قلبي دخان، ولما جيت أدخل فيه نور القرآن ما لقاش مكان يدخل فيه. الحقيقة المرة هي أن القرآن والموسيقى في قلب واحد هما ضدان لا يجتمعان، زي المية والنار وزي النور والظلمة. القرآن جاي يربط قلبك بالله، والموسيقى جاية تربط قلبك بالهوى. القرآن عايز يخليك يقظ، والموسيقى عايزة تخليك سكران. تخيل لو عندك كوباية وكل يوم بتصب فيها شوية حبر أسود، هل تتوقع لما تيجي تصب فيها مية زمزم هتفضل نقية؟ مستحيل. ده بالظبط اللي كنت بعمله بقلبي، كنت بلوث الفطرة اللي ربنا خلقها فيا بضجيج الأغاني، ولما كنت بروح للصلاة كنت بروح بقلب ملوث ومشتت، فكان طبيعي إني ما أشوفش حلاوتها. اكتشفت إن الأغاني كانت بتعمل لي حالة من التشبع المزيف، كانت بتديني جرعات دوبامين رخيصة وسهلة، فخلت قلبي كسلان إنه يبذل مجهود في التدبر أو الخشوع. الموسيقى دمرتني وخلتني زي اللي تعود ياكل أكل غرقان شطة ومواد صناعية، فلما جاء ياكل أكل صحي وطبيعي استطعمه باهت وملوش طعم. المشكلة ما كانتش في النص الشريف، المشكلة كانت في القلب اللي باظ بسبب الإدمان. وبعد كل المواجهات دي مع نفسي وصلت لنقطة ما عنديش فيها حل ثالث: يا إما قلبي يا إما سماعتي. وقفت قدام الموبايل بتاعي وفتحت مكتبة الموسيقى، المكان اللي كنت بعتبره مغارة علي بابا الخاصة بيا. وبصوا يا جماعة، أنا ما كنتش مجرد شخص بيسمع أغاني وخلاص، أنا كان عندي ملفات بقالها سنين، أغاني مرتبطة بذكريات وموسيقى دورت عليها في كل ركن في الإنترنت لحد ما لقيتها. كنت حاسس إن ده جزء من تاريخي، جزء من شخصيتي. وفي اللحظة دي كان في صوت جوا دماغي بيقول لي: أنت بجد هتمسح كل ده؟ هتهد كل اللي بنيته في سنين؟ طب لما تزعل هتروح لمين؟ فعليا يدي كانت بتترعش وانا واقف على زرار حذف. الموضوع كان اصعب من اني بمسح ملفات، كنت حاسس اني ببتر عضو من جسمي. بس في اللحظه دي افتكرت حالي وانا واقف في الصلاه زي الخشبه، افتكرت شكلي وانا بعيط للموسيقى وما بعرفش ادمع للقران. فقلت لنفسي: اللي يخلي قلبي يموت ملوش مكان في حياتي، حتى لو كان هو النفس اللي بتنفسه. وبدات الحذف، اغنيه ورا اغنيه، البوم ورا البوم. كنت بمسح الذكريات المسمومه اللي كانت مكتفه روحي، وفي كل مرة كنت بمسح فيها ملف كنت بحس بوجع وخوف، بس كنت بسكت الصوت ده بجملة واحدة، جملة كانت هي القشة اللي متعلق فيها علشان ما اغرقش: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قلت لنفسي: يا رب، انا بمسح الاغاني دي علشان خاطرك، علشان عايز اسمع كلامك بقلب نظيف، انا بسيب العفن ده علشان عايز ادوق الحقيقة، انا بخلي قلبي فاضي تماما ومستنيك يا رب تملاه بالنور. قفلت الموبايل ورميته بعيد وقعدت في سكون تام. ما كنتش لسه حسيت بالحلاوة، بالعكس كنت حاسس بفراغ مرعب، بس كان عندي يقين إن الفراغ ده هو المساحة اللي النور حيدخل فيها لأول مرة من سنين. فتحت عيني تاني يوم الصبح وحسيت بفراغ مهول، كأني فيه ثقب أسود جوايا بياكل في أعصابي. الصمت اللي كنت فاكره هدوء اتحول لضجيج في ودني، دماغي فعليا بدأت تزن، حرفيا بدأت أسمع ألحان وموسيقى قديمة بتتعاد في عقلي كأنها نغمة مش راضية تفصل. كنت ماشي في الشقة وحاسس إني ناقص، إيدي بتروح لوحدها تجيب الموبايل عشان تفتح المكتبة، وبعدين تفتكر إن مفيش حاجة تفتحها فترجع إيدي مكسورة ومهزوزة. في اللحظة دي عرفت الحقيقة المرة: أنا ما كنتش هاوي أغاني، أنا كنت مدمن بالمعنى الحرفي للكلمة. كنت عامل زي اللي بيحاول يبطل سجاير أو مخدرات، جسمي كان بيطلب جرعة الدوبامين اللي كان بياخدها من الموسيقى. كنت عصبي مشتت وحاسس بملل رهيب ما بيخلص، كل حاجة حواليا كانت باهتة، الشارع ملوش طعم، المشي ملوش معنى، وحتى القعدة مع أصحابي بقيت تقيلة على قلبي، لأن الموسيقى التصويرية اللي كانت بتجمل الواقع اختفت. وسألت نفسي: هو أنا إزاي كنت عبد للحالة دي لدرجة إن مودي ومزاجي مربوط بسلك سماعة؟ تخيل إنك بقالك سنين عايش في دوشة مستمرة وفجأة قررت تقعد في سكون. الهدوء ده بيبقى مؤلم في الأول، بيبقى مرعب لأنه بيخليك تواجه نفسك من غير فلاتر. كنت عايز أهرب، كنت عايز أرتاح، والراحة بالنسبة لعقلي المتبرمج كانت هي إني أسمع أي حاجة، أي نغمة، أي إيقاع يسكت الصرخة اللي جوا قلبي دي. عرفت وقتها إن الشيطان مش عايزني أفوق، وإن إدمان الودن أخطر بكتير من إدمان الجسم، لأنه إدمان بيسكن في الروح. كنت في صراع بين اتنين، واحد بيقول لي: إيه التشدد ده؟ ما ترجع تسمع عادي، المهم قلبك أبيض، أنت كده بتصعب على
نفسك. واحد تاني بيصرخ اثبت، لو رجعت المرة دي مش هتقوم لك قومة تاني، لو ما كسرتش القيد ده دلوقتي هتفضل أسير طول عمرك. كانت من أصعب فترات حياتي، كنت بحارب نفسي بسلاح الصدق مع الله، وكنت عارف إن لو ربنا ما شافش مني صدق في الوجع مش هيديني لذة الشفاء. وفعليا قررت إني مش هستسلم، وقلت لنفسي يا أنا يا الإدمان ده. بعد فترة رجعت للمصحف تاني، بس المرة دي ما كنتش بقرأ علشان أخلص وردي، كنت بقرأ وكأني غريق بدور على طوب نجاة. حكون صادق معاك، في الأول ما كنتش حاسس بحاجة كبيرة، كانت لسه في غشاوة، وكان لسه قلبي ناشف شوية من أثر السنين اللي فاتت. مش هقول لك إن فجأة السماء مطرت أنوار وكل حاجة بقت ورد في ثانية، لا، الموضوع بدأ بالتدريج، زي الشجرة اللي كانت ميتة وبدأت تسقيها مية نظيفة كل يوم. يوم ورا يوم بدأت أحس إن الضجيج اللي في دماغي بيختفي، وإن السكون اللي كان مرعب بدأ يتحول لسكينة. وأول علامة شفاء كانت في الصلاة. لقيت نفسي وأنا بسمع الإمام بيقرأ مش بس بسمع صوت، أنا بدأت أفهم المعنى، بدأت أحس بآية واحدة بتلمس حتة جوا قلبي ما لمستهاش أجمل سيمفونية في العالم. وتاني علامة لما حصل لي موقف يزعل وما جرتش على السماعة، قعدت مع نفسي وفضلت أتكلم مع ربنا وأنا واعي تماما لوجعي. بكيت، بس المرة دي بكيت بدموع صافية، مش دموع متحفزة بموسيقى حزينة. حسيت بعدها براحة عجيبة، كأني في حد طبطب على قلبي بجد، مش مجرد تخدير لحظي. وبدأت أذوق الجمال اللي كنت بسمع الناس بتحكي عنه وما كنتش فاهمه. القرآن بقى لي طعم، الصلاة بقت محطة راحة مش حمل تقيل عايز أخلص منه علشان ألبس السماعة. عرفت وقتها إن قلبي كان عامل زي الأرض البور اللي مليانة شوك، كان لازم أشيل الشوك ده بإيدي وأتوجع وأنا بشيله علشان لما أرمي بذرة القرآن الأرض تقبلها وتنبت ورد. حسيت بلذة الصلاة، اللذة اللي بتخليك مش عايز تخلص سجدتك. عرفت ساعتها إني أخيرا فقت، إني بقيت بني آدم طبيعي، مشاعره حرة مش مربوطة بسلك ولا محبوسة في تراك. وأهم حاجة حسيتها هي إني بقيت قريب من ربنا بجد، مش بالكلام. ودلوقتي بعد ما حكيت لك حكايتي مع الأغاني والموسيقى، خليني أقول لك إني مش جاي أنظر عليك ولا جاي أعمل فيها شيخ. أنا كنت في نفس مكانك بالظبط، وكنت فاكر إني مسيطر لحد ما اكتشفت إني كنت غريق في هاوية مبهجة في أولها بس نهايتها ضلمة. وعايزك تسامحني على صراحتي، تخيل لو دي كانت آخر لحظة ليك في الدنيا، لو ملك الموت جه دلوقتي وأنت حاطط السماعات وبتسمع أغنية، هل دي هي الخاتمة اللي تحب تقابل بيها ربنا؟ هل تحب يكون آخر حاجة دخلت ودنك وشغلت قلبك هي كلمات بشر وألحان موسيقى، ولا كلام رب البشر؟ صدقني أنا مجرب. الأغاني والقرآن في قلب واحد زي المية والنار، مستحيل النار تفضل قايدة لو غرقتها مية، ومستحيل قلبك يتدبر قرآن وهو غرقان في المزيكا. الأغاني بتسرق قلبك بالراحة، بتخليه ما يتحركش إلا بمؤثر خارجي. عارف الشخص اللي ما بيعرفش ينام إلا بمنوم؟ أنت كده قلبك ما بقاش يعرف يحس إلا بمنبهات موسيقية. الأغاني بتحول العبادة للعب، بتخلي القرآن بالنسبة ليك مجرد واجب تقيل عايز تخلصه، والصلاة حركات بتعملها وعقلك شغال في لحن الأغنية اللي سمعتها قبل ما تدخل المسجد. بتبقى عادة مش عبادة، وبتبقى تأدية واجب مش راحة بال. تخيل قلبك ده بيت، والبيت ده مساحته محدودة، لو مليت كل الأرض بكراكيب الأغاني والكلمات اللي بتهيج المشاعر وتشتت الروح، هيدخل نور القرآن يقعد فين؟ أنا مش بطلب منك المستحيل، أنا بطلب منك إنك تسترد ملكية قلبك. اخرج من سجن السماعة وشوف الدنيا بصوتها الحقيقي، وشوف قلبك وهو بينبض بحب الله بعيدا عن ضجيج الألحان. لو لسه لحد اللحظة دي في صوت جوا قلبك بيوشوشك ويقول لك انت مش هتقدر، الاغاني والموسيقى بيبقوا جزء من روحك، هتعيش ازاي في الصمت ده؟ خليني ارد على الصوت ده واقول لك صدقني تقدر. انا كنت زيك بالظبط، كنت فاكر ان الحياه من غير بلاي ليست يوميه هتبقى باهته زي الافلام القديمه ابيض واسود، بس اكتشفت ان العالم بالالوان الحقيقيه اجمل بكتير من الوان الموسيقى المزيفه. الموضوع مش سحر، الموضوع محتاج 3 حاجات: قرار حاسم، وجهاد نفسي حقيقي، وصدق مع ربنا. اول ما تاخد القرار ده استعد لهجوم من ذكرياتك والحانك القديمه، بس اول ما تحس بضعف امسك في القرآن كأنك بتمسك في حبل نازل ليك من السماء وانت في قاع البير. القرآن مش مجرد كتاب، ده مادة كيماوية ربانية بتدخل تنظف السواد اللي الموسيقى سابته في قلبك. والدعاء والقرآن هم المساحيق اللي هتغسل قلبك. كل سجدة بتطول فيها وبتقول يا رب عيني، وكل آية بتقراها بقلب حاضر بتمسح جزء من القذارة النفسية والتعلق الوهمي اللي كنت عايش فيه. وافتكر دايما القاعدة الذهبية اللي غيرت حياتي وحياة ملايين: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. العوض مش ان ربنا هيديك اغاني احلى، العوض ان ربنا هيديك سكينه في قلبك تخليك لو قعدت في وسط دوشه العالم كله تحس بسلام داخلي مالوش وصف. العوض انك هتبكي من خشيه الله والدمعه دي بالدنيا وما فيها. العوض ان صلاتك هتبقى جنه بتدخلها علشان ترتاح، مش واجب بتخلص منه علشان تخرج. انت مش محتاج سماعه علشان تحس بقلبك، خد القرار دلوقتي، امسح اللي بيموت قلبك وسيب مكان للي هيحييه. صدقني الحياه من غير اغاني مش صمت، الحياه من غير اغاني هي السما
الحقيقي لصوت فطرتك وصوت خالقك. استعن بالله ولا تعجز. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.